زيزو لسه منزل ستوري من شويه بصراحه عجبتني جدا، وبيتكلم فيها يعني ملخص ستوري طويله عريضه كده. ملخص الستوري بتاعتها ان الناس اللي بتتنمر والناس اللي بتغلط وانت بتستفيد ايه من دوت. هل الشخص اللي انت بتتنمر عليه او اللي انت بتشتمه او اللي انت بتقعد تهاجمه 24 ساعه ده بيتاثر من ده، بيخسر شغله، بيخسر مكانه؟ هل انت لما بتهاجم كتير بتنزل تلعب عربيه احلامك مركونه تحت البيت؟ لا. فايه اللي انت بتستفيده بقى من الكلام ده؟ هو عنده حق بصراحه، يعني زيزو عنده حق في الكلام اللي بيقوله فعلا. انت الهجوم اللي بتهاجم فيه لعيب او التنمر اللي انت بتتنمره على الناس مش بيخليك شخص ناجح، لا بالعكس، يعني ده بيحسسك ان انت شخص عاجز. بس انت بقى يا زيزو قصدك على اني ناس بالظبط؟ هل انت تقصد الناس اللي كانوا بيتنمروا عليك وبيقولوا عليك ما بتعرفش تلعب كوره وبيهاجموك وان انت بالونه وان انت منفوخ على الفاضي، ان انت لا شيء في منتخب مصر، وان انت ما بتعرفش تعمل حاجه غير ان انت بتشوط ضربات جزاء وتنمر 24 ساعه؟ هل انت تقصد الناس ديت برضو، ولا انت بس تقصد الناس اللي هي ابتدت تهاجمك مثلا من 3 شهور؟ اصل تفرق. وانت قصدك على الناس كلها في العموم وده اللي خلاك تخرج عن صمتك وتطلع تتكلم، فانا بقول لك يا زيزو انت معاك حق. لكن انت بس لو يعني لسه فايق دلوقتي ولقيت ان الهجوم اللي ابتدى يتهاجم عليك من شهرين ولا من 3 شهور فحسيت ان انت بقى يعني لازم تطلع تتكلم، فاقول لك لا، كان الاحسن ما تتكلمش يعني. وفي النهايه يا جدعان عايز افهمكم حاجه، ان الكوره دايما فيها نكش والكوره دايما فيها خناق، وده طبيعي، ودي حاجات من حلاوه الكوره. يعني الكوره ما ينفعش ان احنا فيها نبقى حبايب، احنا نبقى اعداء جوه الملعب بس، والنكش والهزار. لكن مجرد ما نطلع بره الملعب انت اخويا وانا اخوك، وانا بحب الناس كلها والناس كلها تحبني. في الاول وفي الاخر دي لعبه، يعني بلاش تديها اكبر من حجمها، اديها حجمها الطبيعي جوه الملعب وجوه الهزار والنكش، لكن ما تخرجش بيها بره السياق بتاع الديني وتخرج بيها بره السياق الادبي والكلام ده، لا. لان في الاول وفي الاخر دي كوره ودي لعبه، ودي لعيب الكوره بتلعب في الملعب مش بتحارب، فاهم؟